بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. يا رب حضراتكم تكونوا بخير وصحة وعافية. يا رب يحفظكم من كل سوء وشر. آه، طبعا انتوا متعودين معايا اللي متابعني ان انا مخلي فقرة صوت وصورة للحاجات اللي هي فيها حاجة عايز اوصلها للناس، وفي نفس الوقت تكون سريعة بدون إعداد، وبدون مغالاة كتيرة جدا. فخلينا كده نخش في صلب الموضوع سريعا، وهي ليه الصيادلة حاليا أغلبهم ما بيضربش حقن أو بيرفض إنه يضرب إبر في الصيدلية، أو ليه حاليا في ضجة على الموضوع ده السؤال وأغلب بالفعل أغلب الصيدليات ممتنعة عن ضرب الحقن. تمام. طبعا من 55 يوم أو من شهرين كان في بنتين في الصيدلية، ويمكن اتكلمت عنهم بجزء من التفصيل عن السبب بتاع الوفاة وسبب الموت اللي حصل عند الأطفال، وذكرنا إنه في وقائع موجودة على الأرض بتثبت أو بتؤيد إنه في وجود خلل في المواد الخام بتاعة هذه المنتجات أو بتاعة هذه الحقن. وبدأت بمجموعة السيفاترياكسون، ثم دخلت بعد كده على مجموعة السيفوتاكسيم صوديوم. دي أسامي علمية، كل اسم علمي منهم موجود في أسامي تجارية مختلفة. تمام. وبعد كده تكررت هذه الأخطاء القاتلة، إنه طفل أو طفلة تموت من حقن زي دي على جميع العاملين في المجال الطبي. يعني مثلا مرة حد غير صيدلي وصفها في الصيدلية، مرة حد صيدلي وصفها أو صرفها من غير روشتة، مرة دكتور كاتبها في روشتة. كل ما بس الطفل ياخد الحقنة من الوقائع المختلفة دي بيحصل التحسس والجسم بيزرق والنفس بيزيد، وما بيلحقوش غير في المستشفى، وفي النهاية بيموت. فكان كله تكهنات لسبب الوفاة. مرة ناس تقول لك عشان اتصرفت غلط، لا ده ما تاخدش الحقنة في الصيدلية، هو تاخدها في المستشفى. لا، طب ما في ناس خدت الحقن في المستشفى برضه وماتت. فهي المشكلة دلوقتي، لا المشكلة مش انا معرفتش انقذ المشكلة، او اتصرفت غلط، او اللي ضرب الحقنة ضربها من غير ما تيجي فرشتة. هو الدكتور بيكتبها فرشتة، ما بيعملش اختبار مزرعة عنده في العيادة. هو بعد ما بيشخص وبيشوف الحالة مثلا داخلة في انهي ستيج او في انهي مرحلة حسب تخصصه، بيكتب الابرة بتاعته. تمام. فبيصادف صيدلي يكون على نفس الكفاءة، بيعرف الستيج فين، فبياخد قرار انه يطلع الابرة. فهي القصة مش برضه عشان نرجع للطبيب ولا مرجعش للطبيب، وان كان الافضل انك ترجع للطبيب. فانا خلينا في موضوع النهاردة، ليه الصيادلة مش عايزين يضربوا حقن؟ يا جماعة حافظوا على نفسكم. باختصار اديكم شايفين اللي في الصورة ده، شايفين اللي في الصورة ده شكل المادة الخام. بعد ما الدكتورة راحوا لها الطفلتين وكانوا عايزين روشتتين، الدكتورة بلغتهم انه في روشتة فيهم موجودة بالكامل، والروشتة التانية موجود مثيل للحقنة، والدكتور كاتب الحقنتين للطفلتين، وكاتب برضو النوعين للطفلتين عشان محدش يقول ده الدكتورة بدلت وصرفت بديل. مش ده المشكلة. المهم الدكتورة بلغتها صاحبة صدرها ما عندهاش النوع ده، فراحت تدور عليه على صيدليات تاني فما لقيتهوش. رجعت للدكتورة طلبت المثيل، وطلبت منهم، هي اللي طلبت منهم حد يضرب لها الحقنة ده، يضربها للبنت أو للبنتين. تمام. فكان عندها واحدة تمريض، يعني مش حتى كمان الدكتورة هي اللي ضربت الحقنة. المهم التمريض دي أو الطالبة في التمريض دي ضربت الحقن. بعد شوية حصلت حالات الحساسية اللي بيقولوا عليها حساسية، أو حصل الهبوط في الدورة الدموية والأعراض اللي ظهرت، ودوهم المستشفى ما لحقوهمش. الجهات المعنية بقى ثابت إنه ممكن يكون الحقنة مغشوشة، وثابت إنه ممكن يكون الطبيب شخص غلط، وثابت إنه ممكن يكون التعامل في المستشفى كان تعامل غلط، وثابت التعامل ممكن يكون في البيت تعامل غلط. ومش بتهم الأطباء ولا المستشفى، ولكن إزاي يتساب ده كله وعلى رأسهم إن إحنا ناخد في الاعتبار موضوع المادة الخام والمشكلة بتاعته، خاصة إن نفس المواد الفعالة دي ما حصلش منها حساسية في دول تانية. فتلاقي هنا في ناس يقول لك لا أصله ده الدكتورة عملت
طلبت الحقنة من غير ما تعمل اختبار حساسية. لا، اختبار الحساسية ليس له قيمة وإن كان صحيح. يعني الكتب كلها بتقول إنه لغير مجموعة البنستارد والبنسلين، مش عايز أدخل أسامي تجارية في أسامي علمية، لغير مجموعة معينة من الحقن اللي هي مجموعة البنسلين ما ينفع اختبار الحساسية مش مدرج أو مش مثبت. لنعتبر إنه هو مثبت، أنا ممكن ما أعرفش أعمله كويس، ممكن يديني نتيجة خاطئة، ممكن يديني مثلا إن هو ما فيش حساسية وبعد ما يحصل الضرب يبقى في حساسية، فهو والعدم سواء. تمام. فدلوقتي انا عشان انقذ، سيبك من الشكل القانوني، يعني الدكتوره اخطأت قانونا، اخطأت قانونا، لان قانونا الصيدليه غير المكان اللي هو انا بقول اخطأت ولا لا، انا معاها، انا مش هضرب حقن لحد ما تطلع الدكتوره، وبعد ما تطلع مش هضرب برضه حقن، وربنا يديها حقها يعني ان شاء الله، لانها مظلومه. يعني كلنا بنتعرض لده كصيادله، وما سمعناش عن حد مات من حقن قبل كده في الصيدليه. ففي حاجه غلط، الدكتوره المكان غير مهيأ. يعني إيه غير مهيأ؟ يعني ما ينفعش مثلا اجيب حد دكتور ليه ترخيص عمليات ويروح يعمل عمليه في مكان مش مرخص عمليات، كده هو اخطأ قانونا. لو حصلت حاجه زي واحد موت واحد بيسوق بعربيه برخصه، واحد موت تاني ما هو مش معاه رخصه قياده ولا رخصه عربيه، ده هيحصل له جزاءات زياده. فده السبب، عشان ما اكونش طولت على حضراتكم، تخيل انت لما تكون صيدلي هتعرف انك انت في البرد ده او في الحر هتروح تتحبس 60 يوم لسه على ذمة التحقيقات، وفي نظر والد الطفلتين والدتهم انك انت القاتل، وانت ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة من ده كله. تخيل احساسك انت ازاي. فيا جماعة فوقوا، انا جايب لكم الصورة دي النهاردة بتاعت المواد الخام، بتاعت ظهرت النهاردة في إحدى صيدليات الجيزة. ده اللي شفناه غير اللي ما شفناهوش. فربنا ادانا عقل وربنا ادانا مخ نفكر بيه، ومش هضرب حجن وروح اضربها في المستشفى تدفعش. بص، اطلب من الدكتور يوصف لك لابنك في الايام الجايه دي اشربه شديده. والحجن ما تخليش حد يضرب لك الا لو هو هيحجز الطفل بتاعك او المريض بتاعك، وتكون الحقن اللي هيكتبها متوفره جوه المستشفى، تكون متوفره جوه المستشفى، تجيبهاش من بره، عشان مش هيرضوا يضربوا لك حقنه من بره وهتسمع الكلام. لكن هتجيني انا كصيدلي، انتوا الصيادله، انتوا التجار، انتوا اللي بتلموا، لا، موضوع قولا واحدا غير ما انت فاهمه. انت مش فاهمه، دي مش مشكلتي انا كصيدلي، ومشكله اي حد. يا ريت يا جماعة نفكر بالعقل، ويا ريت نوقف مع الدكتورة مها، لأن الدكتورة مها لم تخطئ، لم تذنب. أنا الحمد لله ما أعرفهاش والله مين، يعني مجرد صيدلانية بس، ولكن قريت القصة من مصادر موثوقة. اللي عملته هي ده يعتبر المفروض تكرم عليه، مش تسجن عليه. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.